ازاي عرفنا ان الكوسه بتتحشي اما الخيار لا؟ وازاي عرفنا ان الملوخيه بتطبخ والنعناع لا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم وازاي عيالكم؟ يا رب تكونوا بخير. اخباركم ايه؟ وطمنونا عليكم ووحشتوني قوي من الفيديو اللي فات. ايه الحكايه دي؟ طب ازاي عرفنا ان جنب كل واحد بيبيع سمك لازم يكون جنبه واحد بيبيع فجل وجرجير؟ لا ده انت كده بقى بتهزر. لا والله بتكلم جد. طب اسمع، ازاي عرفنا ان اللي بيبيع فسيخ لازم يكون جنبه واحد بيبيع بصل وليمون؟ انت لسه مستغرب؟ طب ازاي عرفنا ان الكباب لازم يكون تحته بقدونس؟ لا ده انت كده كتير قوي. طب خلاص هقول لك طول بالك وصلي على حبيبك النبي وتعالى نعرف ايه الحكايه. نقول وبالله التوفيق في مسائل كتير جدا جايه بالخاطر يقذفها الله تبارك وتعالى في قلوب العباد فيلهمهم الطريقه انهم يعملوا دي كده ودي بالشكل ده، وجربها بالطريقه ديت وسخن الحديد علشان يلين معاك واغلي الميه عشان تسوي لك البطاطس، لكن لو حطيتها على النار فيها هتتشوي، واشياء مشابهه لكده كتير. يبقى كده في قضايا علميه لازم نعرفها. شوف صلى على النبي. قضايا العلم التي تحتاج الى خلافه الانسان في الارض نوعان: نوع لم يأمن الله تبارك وتعالى فيها الخلق على انفسهم فحسمها بالوحي من خلال رسله، وقال لهم يقولوا لنا ان نعمل دي كده وما نعملش دي عشان يحسم اختلاف العقل والاهواء فيها، لان الاهواء ممكن تختلف ولو حصل الاختلاف هتكون مشكله. زي مثلا قضيه دفن الموتى، لما ابني ادم اقتتل وقتل الاخ اخوه، وقف يفكر اعمل ايه في الجثه ديت، فارسل الله تبارك وتعالى اليه الغراب يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. يبقى اتعلمنا ان الموتى تدفن من خلال هذا الغراب، والا كان زماننا دلوقتي بنحرقهم او بنحنطهم او مش عارفين نعمل فيهم ايه. يبقى ادي قضيه علميه حسمها الله تبارك وتعالى. وكذلك الميراث، عرفنا ان الام لها كذا والزوجه لها كذا. طب لو جوزها مات يبقى لها كذا، طب لو لها ابن يبقى لها كذا، طب لو عندها بنتين يبقى لها كذا، وهكذا. واللي يموتوا عليه دين وليه ميراث عرفنا نعمل له ايه قبل ما نقسم الميراث. تمام. اما النوع الاخر وهو ما تختلف فيه الاهواء، والافضل ان نلتقي ونتفاهم ونتبادل الافكار والاعمال، فلذلك ترك الله تبارك وتعالى لنا نجربها مع بعضنا البعض. انت تجربها وانا اجربها، انت تجربها كده وانا اجربها كده، فان حبيتها بطريقتي قشطه، وانا اذا حبيتها بطريقتك تمام. نيجي للاكل، انت تحبها مسلوقه وانا بحبها مشويه. ام فريده بتعمل طشه الملوخيه بشهقه، وام فاطمه المغربيه بتعملها وهي ساكته. واحد جرب يضرب على الحديد وهو سخن فقدر يشكله زي ما هو عاوز عن ما هو بارد، وهكذا هذه القضايا. يبقى قضايا العلم نوعان: نوع حسمه الله تبارك وتعالى وعرفنا اياه عن طريق رسله، ونوع تركه الله تبارك وتعالى لنا نجرب ونخترع ونروح ونيجي وننفع نفسنا وننفع غيرنا. يبقى قضايا العلم نوعين: نوع حسمه الله تبارك وتعالى وعرفنا اياه عن طريق رسله، ونوع الثاني تركنا لبعضنا البعض نجرب ونخترع ونروح ونيجي وننفع انفسنا وننفع غيرنا. لو حسيت ان انا تعبت في تحضير الماده ديت وتبسيط المعلومه عشان توصل لك وعرفت حاجه جديده واستفدت مني، اتمنى تدوس لايك وتشترك معايا. ولو ما حسيتش او ما استفدتش اي حاجه برضه دوس لايك، ايه المشكله يعني؟ زكاه عن صحتك وعن عيالك يا عم، مش هتخسر اي حاجه. وممكن كمان اتبسط منك واعمل لك زمره زمر بها في العيد وبس كده. السلام عليكم.